هاتي كوباية جيلي زي ما انت شايفة، جيلي سائل عادي جدا، بس لازم يكون جيلي فراولة. وحطي عليها معلقة كاكاو، معلقة الكاكاو الاسباني الحلو بتاعنا. واوعدك انك هتكرري الموضوع ده كتير من كتر ما هتحبيه. بجد وصفة حلوة جدا، بترطب على القلب وما بتحتاجش لمكونات كتير. تعالوا الاول نسمي الله ونبتدي. اول حاجه هنجيب باكو جيلي بتاعنا، وده يفضل يكون يا اما فراوله يا اما توت. بصراحه انا جربت النكهات التانية ما كانتش احسن حاجه. فانتي بتحبي الفراوله تمام، بتحبي التوت تمام. على باكو الجيلي هنحط معلقه كبيره من الكاكاو، بس لو بتحبي الشوكولاته زيي حطي معلقتين من الكاكاو الاسباني. حطيت عليهم 3 معالق من السكر حبيبات. كده كده الجيلي بتاعي السكر بتاعه مظبوط. انا حطيت السكر ده عشان الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو خام، مفيهوش اي نسبة سكر. هقلب كويس جدا المكونات دي مع بعضها لغاية ما الحبيبات كلها تتجانس كده زي ما انتوا شايفين. وكده يبقى الخليط بتاعي جاهز ان انا احط عليه المية السخنة. المفروض باكو الجيلي بنحط عليه كوباية ونص او كوبايتين، لكن انا هحط كوباية مية سخنة على كل الخليط ده. ومش هحطها مرة واحدة، هحطها نص كوباية في نص كوباية. التكنيك هنا مهمة علشان ما تلاقيش فيه تكتلات كتير والدنيا تكلكع منك. حبة حبة زي ما انت شايفة كده. في الاول بدوب في النص كوباية مية سخنة، تكون مية مغلية من الكتل. وبعدين هضيف بقى نص كوباية المية التانية زي ما انتوا شايفين، وهكمل تقليب لغاية ما اضمن ان شاء الله يعني تقريبا كل الجيلي داب معي. دلوقتي بقى هنسيبها تبرد على جنب لمدة ساعة. بعد ساعة هتجيبي نص كوباية من الكريم شانتيه، خام بقى او سايب براحتك يعني. المهم نص كوبايه، عليها شويه فانيليا بودره او سائله، عليهم نص كوبايه من الحليب المتلج. وتفضلي تضربي فيهم لغايه ما يبقى ده منظره. يكون بقى طبعا الخليط بتاعي برد لان انا سايباه ساعه. هحط نص الخليط الاول واضرب تاني بمضرب البيض لغاية ما يختفي تماما، واضيف النص التاني. واهم حاجة تستخدمي مصفى علشان كتل الجيلاتين او الكاكاو او شوية سكر مدبوش ما ينزلوش معاكي. واضرب تاني. عايزه اقول لكم الريحه هنا جنان. مزيج الكاكاو مع الفراوله او التوت بجد بيعلي الطعم ويوديه في حته تانية خالص. شويه بسكوت ساده ارميهم، شويه مكسرات حطيهم، شويه كريز برضو حطيهم، ممكن في قوالب الكب كيك تحطيهم كده، او حتى تحطي كيس نايلون في الصينيه وتكبي الخليط كله تدخليه الفريزر لمده 8 ساعات على الاقل. وتعالي بقى اوريكي يا ست الكل المنظر في الاخر. زي ما انتوا شايفين انا اديتكم بقى الحته دي لان البشوات كلوا الصينيه عن اخرها، فلحقت لكم انا الحته دي كنت مخبياها. ايه رايكم بقى؟